سيادة المستشار نجيب جبريل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. أولا أنا بعتز بمسيحيتي جدا وبحترم كل الأديان، وبخصوص الحوار اللي حصل بيني وبين المذيع، ده كان حوار وكله هزار طبعا، وكنا متفقين عايزين نعمل ترند، بس انا بصراحه احساسي خاني وانا قعدت اهزر وقعدت الف قصه طبعا، لكن طبعا لا في جواز عرفي ولا في اي حاجه من الحاجات دي خالص. ده كان ترند وانا غلطت طبعا ان انا قعدت اهزر باحساسي، كنا يعني عايزين نعمل ترند، وهو قولي لي اي حاجه، وهو طبعا استاذ نجيب هو في اسئلته دايما هو مش مطلع كل الاسئله، هو في حاجات كتير قوي عامل فيها مونتاج بجد يعني، فهو يعني بيقعد يسال وحاجات كده. بس انا برضو غلطت ان انا برضو احساسي خانني في الهزار، لكن انا حقيقي بعتز جدا بمسيحيتي وبحترم كل الاديان، وميرسي جدا جدا. انا طبعا بقول لحضرتك عشان يعني حضرتك تبقى عارف، وانت يعني حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، واشكرك جدا 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 ويا رب طبعا تشير الموضوع ده طبعا على لساني. اشكرك جدا يا استاذ نجيب، شكرا.